جماعة أنا النهاردة حابب أتكلم على موضوع مهم جدا لسه قاريه دلوقتي في اليوم السابع. خبر بيقول قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إذا كان المصلي منتظرا لمكالمة فعليه ترك الصلاة ويرد على المكالمة. يعني لو أنت مستني مكالمة ضرورية جدا، عادي إن أنت تسيب الصلاة عشان ترد على المكالمة عشان ما يفوتكش المصلحة. يا سيادة المفتي، حضرتك يعني أنا من صغري كنت بخش الجامع بيقول لك إيه: عدم التزام ترك قفل الموبايل، ان انت تقفل موبايلك. يعني انا اخش الجامع عشان اصلي وانا منتظر لمكالمة اسيب الصلاة واروح ارد على التليفون عشان خاطر ان دي ممكن تكون مصلحة شخصية او مصلحة عامة، ان انا اسيب صلاتي واسيب الحاجة ان احنا اصلا مسلمين. يعني انت عايزني اسيب صلاتي عشان ارد على التليفون؟ انت ايه؟ انت مفتي ولا انت ايه يا دكتور شوقي علام؟ انت عايزين نفهم يا جماعة، هو انتوا بقيتوا تفتوا كده بتفتوا وخلاص؟ بجد حسبنا الله ونعم الوكيل.